السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم كما تشوفوا عندنا وصفة حلوة الترك، وصفة سريعة جدا والنتيجة رائعة. معنا المقادير: 2 كيلات أو كأسين من الحليب المجفف، لحظة، وكأس من السكر الناعم. بالنسبة للسكر اللي يحب الزيادة يزيد شوية أو ينقص ممكن، تقدروا تذوقوها وتشوفوا كمية السكر يعني اللي توالمكم. نخلط المكونات الجافة، يعني وصفة سهلة سريعة جدا ما تاخذش وقت. ثم نجمع الطحينية اشتريتها يعني المشرية اللي تباع. نضيف بكمية قليلة ونخلط المكونات، نحاول نجمعهم بحيث تكون لما نمسكها يعني نضغط عليها تتماسك، لكن لما نبذلها بالأصابع يعني تتفتت، تكون هشيشة. إذا نضيف غير بالعقل الطحينية ونخلط مليح. نخلط مليح حتى تبدا تتماسك لنا العجينة. إذا شفتوها ناقصة يعني تزيدوا لها حتى توصلوا إلى القوام المطلوب. يعني هناك وصفات عديدة للحلوى الترك يعني، وهذه وصفة بسيطة وما تاخذ لكمش وقت طويل. والنتيجة أكيد إن شاء الله راح تعجبكم. قبل ما نبداو الخدمة نكون وجدنا يعني الأواني اللي نوضع فيها حلوى الترك، نفرشها بورق شفاف ونوضع عليها المكسرات يعني اللي تفضلوها، ونخلط هاد المكونات، يعني نخلط هاد حلوى الترك. لما نوجدها نوضعها في الآنية اللي وجدناهم فيها المكسرات، ودوك تشوفوا في الأخير كيفاش شكلناها. نعجنوها مليح باش تمتزج المكونات. شوفوا القوام، تجي تبسس في اليد. إذا هذه الأواني وضعنا فيها أو ليمون اللي تفضلوهم، وضعنا ورق شفاف، بابي فيلم يعني الغلاف الغذائي الشفاف، أو كيس بلاستيكي غذائي. نفرشوه بالمكسرات، نكونوا كسرناهم شوية. ونوضع عليها حلوى الترك، ثم نغلق عليها بهذا الورق الشفاف أو الورق البلاستيكي. نغلقها ونضغط عليها مليح باش تاخذ الشكل، شكل المول. نضغط عليها مليح، نزيد نسقي من الجوانب. ثم نوضعوها في الثلاجة، نخلوها ترتاح من ساعتين إلى يعني ممكن تديروها في المساء حتى الصباح تكون تماسكت. إذا كما شفتوا ولا أسهل، طريقة سهلة جدا. تقلبوها توضعوها في طبق التقديم كما تشوفوا معنا. نتيجة رائعة، أتمنى تجربوها. إلى اللقاء في فرصة أخرى. شكرا على المشاهدة.